في رحلة ريادة الأعمال كتير قوي هيجي لك لحظات ما تبقاش حاسس بالأمل، وبعدين فجأة تلاقي الناس حواليك تقول لك إيه ده؟ أنت بتواجه ظروف صعبة وكمان مش حاسس بالأمل؟ إزاي؟ دي ناس في الأغلب ما جربتش الرحلة، مش فاهمة أنت بتمر بإيه، وللأسف في رحلتك كرائد أعمال أو كرائدة أعمال هتقابل ناس كتيرة حواليك مش فاهمة أنت بتمر بإيه أو أنت عايش في إيه، مش فاهمين الرفض المستمر للبرزنتيشنز بتاعتك، مش فاهمين ان انت بتعمل تجارب وتلاقيها تفرقع في وشك، انت تنزل برودكت ومحدش بيشتريه، تعمل ريليس لحاجه جديده، مش فاهمين انت بتمر بايه. وده بيحصل كتير، وهتبقى تحت ضغط مستمر، هتبقى شايف انه عيلتك بتقول لك ما تشوف لك شغلانه احسن بدل العبط اللي انت بتعمله ده، او هتلاقي الناس في الفريق عندك قاعدين بيبصوا لك ايه ده؟ احنا هنعمل ايه؟ انت مش عارف تاخد قرار ليه؟ مش عارف تتصرف ليه؟ او وهكذا. هتلاقي كلها ناس حواليك حاطه عليك بريشر، ولو معاك مستثمر كمان هتلاقي المستثمر قاعد بقى ايه؟ قاعد في عمليه تقييم مستمره. هو ايه النظام؟ انت ماشي كويس ولا ايه؟ هتضيع الفلوس ولا هتعمل ايه؟ اسمع الكلام. فدي يمكن من اكبر التحديات اللي اي رائد او رائده اعمال بيواجهها، بالذات لو كان سولو برينور، يعني لوحده او لوحدها، باني الشركه لوحده او لوحدها، ما عندوش ناس قادره تفهم على مستوى العقليه وعلى مستوى ستارت اب التحديات الحقيقيه وتاثير الكلام ده عليه عامل ازاي. ويمكن عشان كده انا كتبت كتاب مايند سيت تو ستارت اب. انا كنت عايز رواد الاعمال ما يبقوش لوحديهم، ما يحصلهمش انعزال، يبقى شايف انه مش هو لوحده اللي بيمر بالحاجات دي، لا وكمان شايف خبرات ناس تانية مرت بنفس الحاجات دي وعدوا منها او ما عدوش منها وليه. تقدر تفهم ازاي تقدر تشتغل على العقليه بتاعتك وازاي تقدر تشتغل على الستارت اب بتاعتك، وتستخدم الاثنين عشان يعملوا توازن في رحلتك.